بسم الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معنا في مطبخ حياة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وتكونوا كاملين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم نشارك معكم مقيله ديال الكفته بجلبانه ومطيشه كتجي زوينه خفان زربان. هنا عندي مطيشه كتعملوا الكميه اللي بغيتو، واحد 3 ضريسات ديال الثومه وواحد شويه الزيت. ما تعملوش الزيت بزاف الا كانت الكفته عندكم ميدمه، صافي عردها كتشحر حتى تدخلها الطياب. عاد نضيف لها باقي المكونات. هانتوما كتشوفوا مطيشه كتذوب. دابا نضيف التوابل. عندي مركز طماطم واحد المعلقه كبيره، والمعدنوس، التحميره، الملح، شويه د الابزار والكمون والسودانيه اختياريه. اللي بغيتو تعملوها كتعملوها، اللي كيعجبكم الحار. السودانيه كتواتى مع الكفته. غنضيف واحد شويه د الماء على حسب مركز الطماطم باش تطلق لنا. بعد ما كطيب كما شفتوا غنضيف جلبانه كانت عندي في المجمد، ما كنحتاجوش نسلقوها، والا كانت عندكم طريه كتسلقوها واحد نص سلقه وكتضيفوها. صافي غنسد عليها ونخليها يدخلها الطياب. عاد نضيفو الكفته. دابا نضيفو الكفته، كتعملوا الكميه اللي بغيتو. من بعد ما كطيب دابا غنضيف البيض، كيبقى اختياري. الا بغيتو تعملوه عملوا اللي بغيتو. دابا نشد عليها ونخليهم يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال المقيله ديالنا. زينتها بشويه د الربيع، كتجي تبارك الله هانتوما خاتره ومعلكه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وصفه اللي زوينه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء، والى فيديو قادم ان شاء الله.